شايفين الصوره ديت؟ الصوره ديت صوره ايه؟ الجاهل الفلاح اللي ما يعرفش حاجه اللي قال لك ان ديت صوره كرتون. يا جاهل اسمها صوره انمي. وبما ان انا مع الجيل اللي قالك ان دي صوره كرتون، لان انا بشوف ده كرتون، فتعالى اقول لك احنا جيل الكرتون دوت احنا متربيين على الحاجات ديت ازاي. من واحنا صغيرين كان في 3 قنوات بس بيجوا عندنا، القناه الاولى، القناه الثانيه، والقناه السادسه. احيانا كان بيجي قناه ثالثه كده كل فين وفين. وجهه نظرنا عن الكرتون في حياتنا كان بيتلخص في حاجتين بس. رقم 1 الكرتون اللي كان بيجي قبل الصلاه يوم الجمعه، والنوع الثاني ده اللي كان بيجي في رمضان قبل الفطار على طول. لما كبرنا شويه وكبر معانا مستوى الكرتون عموما، بقى في كرتون اسمه دورة. تعرفش انت دورة دوت؟ فدورة ديت كانت بنت بس على شكل كرتون، وكان معاها القرد بتاعها كان اسمه موزو. وكانوا الاثنين بقى بيخوضوا مغامرات كبيره جدا على سننا ما بنعرفش نفهمها، وتسالنا اسئله ذكاء عشان تفتكر قد ايه احنا اذكياء وقد ايه احنا بنفهم. يعني مثلا كانت تروح مثلا جوه بحر وتقول لك اين البحر؟ انا لا اراه. فاحنا كلنا كاطفال صغيرين نقول لها هناك اهو البحر اهو، فتقول لنا صح انه هو. حتى ممكن تلاقي كده اواخر جيل التسعينات واوائل الالفينات عندهم شويه تخلف، ده بسبب البرنامج ده، بسبب الكرتون ده. ده كان كل الكرتون اللي في حياتنا. وفي الوقت الفاضي اللي عندنا كنا ننزل الشارع، بقى نلعب كوره، نضرب بعض، نخبط بعض، نعمل مصايب، بس اهم حاجه ما نقعدش في البيت. كويس. كبرت بالفكره ديت ودخلت مدرسه ودخلت الابتدائيه. لما دخلت ابتدائي بدات دايرتي بالناس توسع اكتر، اللي هو اعرف الناس اكتر. فبدا كده يظهر كام واحد كده بالنسبه لنا او بالنسبه للوقت اللي كنا فيه، فدول كانوا بني ادمين شاذين عن الواقع. يعني هم لوحدهم كده في حته، وكانوا هم الدحيحه. تلاقيهم قاعدين مع بعض كده بيتكلموا عن كرتون احنا عمرنا ما شفناه في حياتنا، ولا نعرف بيجي فين، ولا بيتفرجوا عليه ازاي. كان بيجي لهم هم بس. فعادي يا عم، يعني دحيحه هتلاقيهم بيتفرجوا مثلا على ملخصات ولا مراجعه ولا اي حاجه، مش مشكله، اقليه فشخ يعني، مش حوار. عدت سنه ورا سنه ورا مرحله ورا مرحله. المهم مع سوء الحظ بعد كل دوت دخلت هندسه في عقل الدحيحه بقى. بدات اللي هو انا قاعد في وسط الدحيحه. فتعالى احكي لك على كام موقف حصل لي كده بسبب حوار الانمي في الجامعه. اول واحد اتعرفت عليه من اصحابي ده كان يعني مش عايز اقول عليه انسان عشان ممكن يزعل، الحاجات دي حساسه شويه، بس هو يعني اكيد لو قلت عليه ان هو كان انيميشن متحرك ممكن ما يزعلش، يعني ممكن يتقبلها عادي. هو كان عاشق للانمي، يعني هو كان عايش جوه الانمي. حياته كانت عباره عن فيلم انمي. يعني كنت بحس ان هو لما بيشوفني ما بيشوفنيش بني ادم عادي خالد شعره اقرط اسمر شويه، مش لا، ما كانش بيشوفني كده، كان بيشوفني شعري اصفر والطاير اللي ورا وعينيا زرقاء ولابس بقى ايه لبس الانمي ده. هو كان بيشوفني كده بيتهيألي. يعني احنا مثلا لما بنيجي بنتشاكل كده مثلا، هو لما يجي يتشاكل بتلاقيه بيعمل كده. المشكله ان اول تعاملي معاه هو كان اخد فكره عني ان خالد ده جاهل متخلف ما يعرفش حاجه، مرتد عن الدين كمان لو انت عايز. يعني ليه؟ للسبب اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. يوم من الايام قاعدين مع بعض كده بنتكلم وبناخد وندي في الكلام، فقال لي شفت امبارح مش عارف حلقه ايه الانمي، فرديت عليه بطش الشباب بقى والتهور بتاع الشباب وكده. قلت له انمي ايه يا ابني بتفرج عليه؟ ده كرتون يا عم. وعملت بايدي كده، لقيته قام باصص لي كده قال لي بتقول ايه؟ قلت له كرتون كرتون في حاجه تخصك يعني، هو قريبك ولا حاجه؟ قام باصص لي كده وقام قال لي تعرف لو كان حد غيرك انت اللي بيقول الكلام ده انا كنت يعني تربنتينو يعني، بس انت عشان صاحبي وحبيبي فانا هفضل واقف جنبك في الازمه اللي انت فيها ديت، وان شاء الله يعني هخليك تغير وجهه نظرك ديت وتبقى طبيعي زينا. بصيت له كده وقلت ماشي، يعني اكيد يعني يمكن انا اللي غلط ولا حاجه، ماشي. بدا يجي يفرجني على حاجات غصب عني، يعني مثلا يفرجني على مقاطع انمي، لا يقول لي اتفرج على اللي هيحصل، اتفرج هنا، اتفرج كده، اقول له جميل ماشي حلو، فيقوم فاتح لي انترو مثلا بتاع مسلسل انمي، يقول لي اتفرج على ده، اقول له ايه ده جميل قوي، يقول لي ايه رايك في الصوت؟ قال له هو في صوت حلو جميل، يقول لي شفت الاداء؟ اقول له الله روعه، يقول لي تخيل بقى الابداع في الصور ديت وتركيب الصور والمعمل اللي معمول جواه الصور. قلت له كل دوت شفته من الدقيقه ونص بتاع الانترو بس؟ يعني كل ده شفته في الدقيقه ونص؟ قال لي طبعا انت ما تفهمش، مش قلت لك انت جاهل؟ بدات اقول له يا اسطى انت مدخلني في حاجات كتيره اكبر من حجمي، انا مش للدرجه دي، وبعدين انا بصدع بسرعه، ايه الحاجات دي؟ فقال لي خلاص انت شكلك كده هتتعبني معاك كتير، وانت بص انا كنت قايل لك الحل ده للاخر، بس هو يلا مفيش غير الحل ده، انا هبعت لك مسلسل انمي انا خلصته، اتفرج عليه انت وقول لي رايك فيه، بس وعدني انك تتفرج عليه كله، بس قبل ما اوعدك قول لي المسلسل ده كام حلقه عشان انا اقسم بالله بصدع بسرعه، انا اخري 5 دقايق وبصدع. قال لي يا عم مش كتير، ده هو كله 1675. قلت له يا اخي 1675 مين يا عم؟ قال لي 76 77. قلت له مش حوارنا دلوقتي 1600 انا اتفرج على مسلسل 1675 حلقه ليه يا عم؟ قال لي اسمع بس، مش قلت لك انت متسرع يا عم؟ اسمع، كل مسلسل كل حلقه مدتها نص ساعه بس. ايوه فين اللي انا اسمعه نص ساعه؟ مين اللي اتفرج عليه؟ انت بتقول
له ايه يا عم؟ قال لي في 10 دقايق في الاول انترو، اوعى تعديهم، اتفرج عليهم كلهم، وفي الاخر بتاع 10 دقايق برضو بتاع التتر النهايه دوت برضو اتفرج عليهم كلهم ما تعديهمش، وفي النص بقى عندك تلت ساعه بس، حلقه تلت ساعه. بصيت له كده باستغراب، اللي انت بتقوله ده بجد يعني؟ في بني ادم اتفرج على 1500 ومش عارف كام حلقه؟ لقيته بيقول لي ده انا بتفرج عليه من تانية ابتدائي. قلت له تانية ابتدائي؟ ياه، حسيت ان صاحبي داخل جوه عالم وقاعد جواه زياده عن اللزوم. قول له يا اسطى يعني مفيش واحده كده قلبك يا عم حبها عايز ترتبط بيها؟ مواصفات البنت اللي انت بتحبها ايه مثلا؟ قال لي بص هو بصراحه هو فيه، بس انا ما كنتش عايز اوريها لحد، بس يعني انت بقيت اخويا يعني. قلت له اه يا عم كده سيبك من شغل الدباديب اللي احنا قاعدين نتكلم فيه ده، نتكلم في حاجه عدله. لسه انا اوريك صورتها. قلت له وريني. قام فاتح لي الصوره اللي قدامك دي كده وعمال لي بص شوف الجمال، شوف قد ايه، شوف قد ايه رقيقه، شوف قد ايه. وانا قاعد ابص يا اسطى هي فين يا اسطى؟ قال لي ما هي. قلت له دي فتاة احلامك اللي انت عايز تتجوزها؟ قال لي شوف عينيها، شوف شعرها. قلت له شعر مين؟ انتوا شايفين صوره تانية غيرنا يا جدعان؟ انتوا هبل يا جدعان، ده ايه ده يا جدعان؟ ده يا جدعان. قلت له مين دي يا اسطى؟ ما قال لي بصوت ممحون قوي كده نامي. فقدت الامل لصاحبي وسبته لربنا بقى، وهو كمان فقد الامل فيا، لان هو دلوقتي هو شايفني جاهل مرتد وامثالي عال على المجتمع. كنت لسه فاكر ان صاحبي دوت هو حاله شاذه مثلا او عنده افكاره، فهو حاله شاذه لوحده على جنب. حد في يوم من الايام ما دخلت المدرج قعدت ورا شله شاطره، يعني هم شويه دحيحه برضه، ما بقول لك هي المشكله في كده. المهم هم قاعدين فانا قعدت في البنج اللي وراهم، كانوا بيتكلموا كلام مهم جدا وقاعدين متاثرين، يعني متكسرين جدا، يعني قاعدين اللي هو العيال قاعده كده وخلاص هتعيط. انا كاي بني ادم مصري طبيعي جدا بدات ان انا ارمي وداني شويه كده واسمع هما بيقولوا ايه. لقيت الواحد منهم دوت بيقول لهم ان واحد اسمه باين ايتاشا باين مات وموته كانت صعبه، ان هو قد ايه صعبان عليه. العيال الباقيه متاثره وحزينه قوي، فانا بجد يعني دمعته قريبه، فبدات اللي هو انا امسك نفسي، رحت الولا خدته في حضني وقعدت اقول له البقاء لله، ما تزعلش، الدنيا ديت كده، هي الدنيا كلها فانيه، ادعي له هو اكيد دلوقتي في مكان احسن. قام باصص لي كده بكل حزن، انت اتفرجت على الحلقه بتاعت امبارح؟ قلت له حلقه ايه؟ دي ناروتو. قلت له مين؟ ايه ده يا اسطى؟ ايه انمي انت ما بتتفرجش عليه ولا ايه؟ طبعا كطش الشباب للمره الثانيه قلت له ايه ده الكرتون؟ عملت كده، ودي كانت اخر حاجه اعملها الحمد لله. بعد كده مش لازم اكمل لك ايه اللي حصل. الموقف الثالث والاخير، من الايام قاعد مع اصحابي فتلاقيت اتنين بينقلوا من بعض حاجات على هارد. سالت واحد صاحبي ايه يا ابني اللي على هارد دوت؟ قال لي يا اسطى افلام. قلت له يا لهوي، افلام ثقافيه في الحرم الجامعي كمان؟ ما تبعت يا اسطى، ما احنا اصحاب واخوات برضه، ما تبعت يا عم. مين يا اسطى لمين؟ ها لمين اللي يا اسطى معايا كله ونفس الصوت الممحون بتاع المره اللي فاتت، نامي ومكاسه حنايه تباين. سمعت الاسامي كده قلت الاسامي دي انا سمعتها فين قبل كده يعني، ما عدتش عليا في المجال ده. فقام باصص لي كده، لا ايوه انمي. انمي يحرق ميت يا عم يا ولاد، انتوا كتير قوي، ده انتوا كتير قوي علينا. انتوا في ايه يا جماعه؟ كلكم علينا ولا ايه؟ انتوا طلعتوا كتير، كنت فاكركم 3 4 مش للدرجه دي. بعدين يا اسطى انمي ايه اللي اتفرج عليه ازاي يعني؟ بعدين هل ده لما اتفرج عليه اخد عليه سيئات ولا ما بيتحسبش؟ انتوا عايشين ازاي؟ بعد ما سمعت شويه سيمفونيات كده عجبتهم بترددها وبصوتها الحلو، خليني اقول لك ان ده 3 موقف والله مش اخر موقف. انا حياتي كلها في الجامعه كلها مواقف الحمد لله، بس اتعلمت حاجات بجد. اتعلمت ان مثلا عندك حاجه اسمها مانجا. المانجا دي انت فاكر هي بتتاكل يا جاهل برضو يا عال على المجتمع؟ المانجا دي بتتقرا. الى هنا تكون انتهت حلقه النهارده، ولو انت واحد بتحب الانمي انا اسف معلش، احنا شويه عالم متطفله، شويه عالم جهله، يعني اتعامل معانا كاننا ذباب ماشي كده. ما حاول يعني. اوعدك اول ما هخلف هسمي ابن ناروتو، لان التاني وان بيس، بنتي هسميها ميكاسا. والى هنا عزيزي الانيميشن كون دي نهايه بودكاست النهارده. ما تنساش تعمل فولو، تعمل لايك للفيديو، اكسبلور، تبعته لصاحبك بتاع الانيميشن او بلاش عشان ما يخشش يشتمني عشان متعصبين قوي. اتاكد ان انت موجود هنا وهنا عشان تشوف الحلقات كامله، هنا وهنا عشان تشوف اخر الاخبار. تشاو.